هكذا بدا حي منفوحة واليمامة بالعاصمة الرياض بعد انتهاء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن السعودية وبين عمال إثيوبيين يسكنون في هذين الحيين. الاشتباكات التي جاءت على خلفية حملة أمنية لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالسعودية تسببت في مقتل شخصين وجرح العشرات وتضرر العديد من الممتلكات. العمال الإثيوبيون أكدوا أن احتجاجاتهم بدأت ضد من وصفوهم بلصوص سطوا على منازل أشخاص اعتقلتهم قوات الأمن الأسبوع الماضي، وقالوا إن الاعتقالات لم تفرق بين المخالفين وبين من يقيمون بشكل قانوني، وأن معظمهم الآن أصبح يفضل الرحيل. علينا الظلم يا أخي، إذا ظفرونا البلد نبغى نسافر البلد. عشان كده عايزة نروح بلد، ما أقدر سعودي دحين مشكلة، شرطة مشكلة، شباب أحارب مشكلة. قوات الأمن عززت وجودها في المنطقة تحسبا لوقوع اشتباكات جديدة، فهذه المنطقة يختلط فيها المقيمون بشكل قانوني مع المخالفين لأنظمة الإقامة. واختارت هذه الجموع أن تسلم نفسها طواعية، يقولون بأنهم يرغبون في الرحيل إلى بلادهم بدلا من مواصلة البقاء هنا بعد أحداث الأمس. الإجراءات القانونية استهدفت بشكل أساسي المخالفين لأنظمة الإقامة، لكن الصدامات مع قوات الأمن دفعت السلطات السعودية إلى الطلب من المخالفين تسليم أنفسهم طواعية لتسهيل عملية ترحيلهم. المواطنون السعوديون من سكان هذا الحي وصفوا الاشتباكات بالعنيفة، وقال بعضهم إنهم شاركوا في اقتحام إحدى البنايات حيث عثروا فيها على مواد ممنوعة. والله واجهنا كم مقاومة، يعني ما نفتح الباب نفتح الباب اللي يطلع علينا 3 4 وكل واحد بالساطور حقه. ما شاء الله الشباب أقل واحد يمكن 10 5. تفسيرات عديدة دارت حول هذه الأحداث، لكنها بلا شك ستلقي بظلالها على مصير أبناء الجالية الإثيوبية في السعودية. عبد المحسن القباني، الجزيرة، الرياض.